اهلا بيكم. الناس اللي بتحب النسكافيه او القهوه او بتحب طعم القهوه عموما في اي حاجه، الكيكه دي هتعجبكم جدا. كمان طريقتها سهله جدا وبسيطه، اي حد ممكن يعملها. ابني اللي في اولى ثانوي هو اللي عاملها، وهنا كان بيدوقني بيشوف رايي ايه، بس بصراحه كان طعمها حلو جدا. كمان النتيجه زي ما انتم شايفين، كيكه هشه وطريه وطريقتها سهله جدا. قبل ما نروح نبدا الفيديو، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نروح نشوف يوسف عملها ازاي. هنا جاب طبق غويط، حط فيه كوبايه كبيره من الزبادي واربع بكاوي من النسكافيه. عايزين لايكات كتير على الفيديو يا جماعه عشان نشجع يوسف. هنا حط الزبادي وضاف الاربع بكاوي من النسكافيه وقلب كويس قوي لحد ما تجانسوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نزل بحبيتين من البيض. طريقتها سهله جدا، محتاجتش لا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجه، عملها بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين. قلب بقى البيض مع الزبادي والنسكافيه لحد ما تجانسوا، وضاف هنا كوبايه من السكر البودر، وبعد كده هيحط نص كوبايه من الزيت وكمان ظرف من الفانيليا، وهيقلب. وبعد كده ضاف الدقيق. هنا الدقيق ما كانش له، يعني هو ما عرفش يقدر الدقيق، بس هو ضاف لحد ما العجينه وصلت معاه زي ما انتوا شايفين كده. وكمان ضاف معلقه كبيره من البيكنج باودر. جهز هنا الصينيه بتاعته وحط فيها زيت وبدرها بالدقيق ونزل بالخليط، وكان مسخن الفرن على درجه حراره 180. بس كده هيدخلها الفرن. قعدت في الفرن حوالي 25 دقيقة وطلعت بالنتيجة دي. هنحط فيها عود خشب نطلعه لو لقيناه نضيف، يبقى كده تمام استوت. وزي ما انتوا شايفين طلعت اكتر من رائعة، كيكة طرية وهشة طعمها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. جربوها ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات. والسلام عليكم.